السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلتكم جميلة مبدعة ككل ليالي هذا المنتدى المتميز، منتدى المفكر العربي. أبدأ بتحية دكتور حسام أبو العلا على هذه التجمعات الثقافية المهمة، والشكر للدكتورة سهام على دعوتها لأن أكون وسط هذا الجمع الكريم. سعيد بأن أجلس إلى منصة واحدة بجوار الدكتورة إلهام حسين ودكتور جاكلين ودكتور أميرة وصديقي الدكتور عزوز، في ضيافة الدكتور أشرف الذي نلتقي جميعا في هذه الليلة على محبته وعلى إبداعه في آن معا. أنا في الحقيقة كنت أجلس مستمعا مستمتعا متعلما من هذه الرؤى المتعددة، سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية السلوكية أو من ناحية الإدارة. أفدت كثيرا مما قيل، وأرجو أن يكون في الهامش الصغير الذي سأقدمه على هذه المتون ما يمثل إضافة ولو قليلا. أنا بداية من المؤمنين بأن الفنان ليس فقط هو الذي يرسم اللوحة أو يعزف الموسيقى أو يكتب القصيدة أو الرواية إلى آخره، لكن أنا مؤمن دائما بأن هناك فنا أعمق هو فن الحياة. كيف يمكن أن تتقن هذا الفن الجميل الذي اسمه الحياة، والذي لديه أو يتكون من مهارات متعددة. هناك مهارة التأمل، الحوار مع الآخر، الإنصات، الحديث، الاختلاف. كل هذه وغيرها مئات وآلاف من المهارات، إذا استطاع الإنسان أن يتقنها كان فنانا موهوبا في هذا الفن الجميل الذي هو فن الحياة. أكثر من ذلك، عندما نقترب من الفنون المعروفة بشكل كبير كالرسم أو الموسيقى أو الإبداع الأدبي أو الغناء إلى آخره، فهناك فن آخر هو فن التلقي. كيف يمكن أن أقرأ اللوحة أو أن أنصت إلى الموسيقى أو أن أفهم القصيدة. هذه كلها فنون ينبغي للإنسان أن يتقنها. في هذا السياق يأتي هذا الكتاب المهم الذي ستختلف النقطة أو المنظور الذي أنظر منه قليلا عن البعد السلوكي أو البعد الإداري إلى البعد الأدبي، البعد الإنساني. أولا، أنا واثق من أن كثيرا قد فاتني لأني لم أسمع مداخلة دكتور عزوز، لكني فهمت أنه شرح ماهية الخاطرة باعتبارها جنسا أدبيا ينبغي ألا يخجل صاحبه منه. لأننا في بعض الأحيان يقدم لي بعض الكتاب كتابا باعتباره شعرا أو باعتباره قصة أو باعتباره رواية، فيكون ردي أو رد سوايا لا، هذه مجرد خواطر. وهنا يحزن حزنا كبيرا وكأنني اتهمته بأنه لا يجيد هذا الإبداع الأدبي، في حين أن الخاطرة كجنس أدبي لها مقوماتها ولها جمالياتها ولها قيمتها الأدبية إضافة إلى القيمة الإنسانية. فمنذ البداية دعونا نتفق على أن الخاطرة الأدبية أو الخاطرة الفكرية لا تقل جمالا ولا تقل إبداعا عن بقية الفنون الأخرى، شريطة أن يتقنها كاتبها وأن تحتوي من جماليات الشكل وجماليات المضمون ما يجعلها في مصاف الآداب
قرأت هذه الخواطر وجدتني أتواصل مع الكثير جدا من الأفكار. يعني على المستوى الفلسفي وجدت أن دكتور أشرف يحدثني بوضوح عن كثير من سمات المدرسة الوجودية في الفلسفة، هذه المدرسة التي تنظر إلى الآخر دائما باعتباره جحيما، الآخرون هم الجحيم. لذلك هو يفعل ما فعله جبران خليل جبران من قبل عندما قال: لن أتناول هذا الدواء، سأترككم وأذهب لكي أغوص في البحر أو أطير في السماء أو أصاحب الوحش. وكأنه يقول لي ما قاله جبران في قصيدته الشهيرة، قصيدة المواكب، التي تغني منها فيروز مقاطع ويغني منها محمد عبد الوهاب أيضا مقاطع، والتي تقول بعض كلماتها تقول: أعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود. ويقول في الداخل: هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب، فالعناقيد تدلت كثريات الذهب، إلى آخره. دعوة إلى أن يهجر الحياة وراءه وأن يذهب إلى الغابة حيث الطبيعة البكر. وهو ما أشار الدكتورة إلهام إلى أنه يجد صدى كبيرا في كتابات ويليام ووردسورث في الدعوة إلى العزلة، أو يجد صدى مماثلا لدى كافكا في الحديث عن الاغتراب الذي يمكن أن نجده. ويجد أيضا أصداء في الأدب العربي الذي يقول قائله: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، أو من غير عينيك درويش ولا أحد ولا مدد، من غير عينيك كل الناس لا أحد، أو هذا الزحام لا أحد. لأن دكتور أشرف فيما قرأت يقف مواقف متباينة من الآخرين. هذه المواقف في بعض الأحيان يحاول أن يستدفئ بهم، كما في قصة أو في خاطرة من القطط نتعلم. هذه القطة التي تستشعر تنمرا من القط الغريب المدعي المواطنة، فتستدفئ بالقطتين الأخريين، وهنا يكون لديها القدرة على المواجهة متى؟ عندما تستدفئ بالآخر. وفي مناطق أخرى كثيرة يقول لنا: سأعطي ظهري لكم وسأتوجه إلى عزلتي، فهذه العزلة فيها دوائي وليس دوائي بينكم، وإن كان هذا الدواء لديكم فلن أتناوله، لأنني دائما أصاب بخيبات أمل في التعامل مع البشر. إذن على المستوى الفلسفي أنا أجد أصداء كثيرة للفكر الوجودي في هذه المجموعة من الخواطر. من ناحية أخرى هو يذهب بي هناك عند سقراط: أعرف نفسك بنفسك. كثير من الخواطر تقول لي لابد من تأمل الذات، ولا بد من، كما أشارت دكتورة أميرة باقتدار، من معرفة ما هي نواحي التميز التي تمتلكها أنت لكي تحدد المسار الذي سوف تسير فيه. فأنت لا يمكن أن تعرف العالم إلا عندما تعرف نفسك. هذه رؤية مهمة، لكن بحذر شديد. لماذا بحذر؟ لأن كثيرا منا يستغرقون في تأمل ذواتهم استغراقا معطلا، ويذكرونني بالمثل الهندي الصيني الذي يقول: إن الشرنقة التي تراقب تطورها باستغراق لا يمكن أبدا أن تتحول إلى فراشة.
إذا كان همي كله أن أقول كيف تكلمت وكيف كانت صورتي وكيف تلقى الآخرون وكيف نظروا إلي وكيف، هذا لا يمكن أبدا أن يسمح لي بالتطور. لماذا؟ لأنني أحاصر ذاتي بذاتي، فأنا مدعو إلى تأمل الذات، لكنني منهي عن الاستغراق في هذا التأمل إلى الحد الذي يجعلني لا أستطيع أن أعيش الحياة وأن أتطور في هذه الحياة. أيضا على المستوى الأدبي وجدت تقنيات متعددة، منها التقنية الجميلة، التقنية المعتمدة على الدراما، الحكاية، الحدوتة، وكلنا أطفال كبار. ما إن نسمع أحدا يحكي لنا حدوتة ذات أبعاد درامية حتى ننصت، وهو يستغل هذا استغلالا جيدا عندما يحدثني كما كنت أقول: كانت هناك قطة تدخل إلى فوجدت قطة ثم ماذا حدث. إذن هو يستغل هذا الأمر الاستغلال نفسه الذي استغلته شهرزاد في ألف ليلة وليلة في أن تبقي الشغف لدى شهريار عبر الدراما وإثارة حب الاستطلاع ومعرفة أن الرجال جميعهم أطفال كما يقول نزار قباني. إذن هو يعتمد على هذه التقنية في بعض الأحيان. في بعض الأحيان الأخرى يعتمد على التقنية التي أشارت إليها دكتورة إلهام، وهي إثارة الأسئلة. والأدب الجيد ليس معنيا بتقديم إجابات، الأدب الجيد هو الذي يحرضك على أن تتساءل، يحرضك على أن تراجع قناعاتك وأن تسأل نفسك كيف ومتى ولماذا وهل وأين إلى آخره. فهو يعتمد أيضا على هذه التقنية المتميزة. في خواطر أخرى يعتمد على ما أسميه دائما أنسنة الأشياء. الجمادات ليست جمادات، الجمادات في حياتنا لها حضور قوي على المستوى العاطفي وعلى المستوى العقلي. يعني أنا شخصيا عندما أتناول الشاي في الكوب الخاص بي لا يعادله أي شيء آخر. عندما أجلس إلى الكتابة بقلم معين لا يمكن أن، عندما يعني أظن أن كثيرا منا جرب هذه التجربة، نضيق بسياراتنا فنقرر البيع، فإذا جئنا لكي نبيع السيارة تحولت إلى العشرة والذكريات. وأنا أعرف صديقا سوريا دكتور محمد توفيق يونس الشاعر السوري الجميل، تقسم زوجته أنها كانت تراه في الصباح وهو يمسح رأس السيارة ويقول لها: آسف أتعبناك أمس، المشاوير كانت طويلة. عندنا في الإدارة دي اسمها الملكية النفسية. جميل. الملكية النفسية بقى سواء المكان اللي انت بتشتغل فيه أو ارتباط العميل نفسه ببراند معينة، دي اسمها الملكية النفسية، سواء كانت عميل أو موظف أو انتمائك وحبك للمكان نفسه. جميل. في الأدب نسميه أنسنة الأشياء، أن نجعل من الشيء إنسانا. هي تحدثنا عن السكين التي تتحاور مع من أمسك بها أو من يلومه. هو يحدثنا عن القلم الذي أدرك أنه الصاحب الأمين بعد حوار بينه وبين القلم، حوار عملي أو حوار قولي أو حوار، لكن في كل الأحوال هو يعتمد على فكرة أنسنة الأشياء. مهد لها بأنسنة الكائنات الحية، العصفور الذي كان منطلقا ثم فقد بهجته. لماذا؟ لأنه أحب. وهنا تبرز تقنية ثالثة وهي تقنية المفارقة. دكتور أشرف مولع بتقنية المفارقة، أن تكون البسمة صامدة رغم طوفان الدموع، أن تكون الفرحة فرحة حزينة أو حزن فرحة،
على هذا النحو أيضا يطرح السؤال: هل يمكن أن نجرح الآخرين لأنهم أحبونا؟ هل يمكن عندما نحب فيكون من المفترض أن نسعد يكون هذا الحب سببا للشقاء والعزوف عن الغناء وهذا الحال أو هذه الحال التي أصبح عليها العصفور؟ إذن هو يمهد لي أنسنة الأشياء بأنسنة الكائنات الحية. يقول لي القطط يعني تتكلم وتتحاور وتتخذ مواقف وإلى آخره، هذا مقبول ومفهوم. العصفور يحب ويسعد ويحزن، هذا مقبول. ثم يقول ليست فقط الكائنات الحية بل وأيضا الجمادات، الأقلام، السكاكين إلى آخره. كل ما حولك في الحقيقة له حضور عاطفي وحضور عقلي وحضور إنساني، وهو يطرح علينا أسئلة من قبيل: من المجرم؟ السكين الذي غرس نصله في جسد إنسان أم الإنسان الذي أمسك بهذا؟ ولذلك هو يسمي السكين ضحية إنسان، يعني ليس الإنسان ضحية للسكين، لكن السكين هو الذي كان ضحية لإنسان. وهكذا طبعا من آن لآخر لا يريد أن يحلق في التأمل بعيدا فيربط هذه التأملات بوقائع اجتماعية أو بشخصيات اجتماعية، شخصيات تشغل حيزا في حياتنا. شيرين أبو عقل المراسلة الفلسطينية التي تم اغتياله، محمد صلاح رمز الألم الذي هو رمز للأمل، وهو يحدثنا حديثا يوحي إليك بأن هذه الخواطر كتبت منجمة مفرقة وفقا لما يعيشه من أحداث وما نعيشه نحن في المجتمع من أحداث. إذن لدينا تقنيات كبيرة. أطلت عليكم خالص، لا مستمتعين والله خالص. أشكرك. لدينا إذن تقنيات متعددة يقوم عليها هذا الطرح الذي يقدمه لنا الدكتور أشرف جودة، وهو يقدمه مؤمنا بفكرة ما قل وجل، الكلمات القليلة التي تحمل المعاني الجليلة. لذلك لا يدعي يعني تفلسفا أو غموضا، ولكن يحدثك حديثا من القلب، لكن هذا الحديث يحمل في ثناياه معاني عظيمة مهمة تطرح في ذهنك مجموعة من الأسئلة وتؤشر لك إلى مجموعة من الأفكار التي ينبغي أن تنتبه إليها. وأنا أعجبني جدا التحليل الذي قدمته الدكتورة أميرة للخاطرة الأولى، وأضيف إلى ما قالته أنه عندما قال إن الصدق غلب التجمل لم يكن يقصد فقط أن كل جمال منبعه الصدق، لكن هو يقارن بين حالين: إذا كان صادقا مع نفسه لابد أن يبكي، وإذا كان متجملا ليراه الناس على حال جميل فسوف يكون مبتسما. يقاوم حينا وتصمد الابتسامة حينا، ثم يغلب صدقه مع ذاته تجمله، وبالتالي يضطر إلى الإفصاح عن هذه الدمعة التي لم يستطع صمود البسمة أن يدوم أمامها. على هذا النحو تجد أن كل جملة في الخاطرة لها معنى ومقصودة بذاتها ومقصودة بالحمولات الدلالية التي يمكن أن تحملها. أحيانا يعني دكتور أشرف يحن إلى فكرة الموسيقى في اللغة، فيعمد إلى مثلا ما كان يقدم في المقامة اعتمادا على فكرة السجع، فيقول مثلا:
كم بنيت لك في قلبي من قصور يشع من داخلها النور، ظننت أني مسرور خاب الظن وانطفأ النور. هو هنا يعتمد على الجمل المتماثلة في الطول التي تنتهي بنهايات تشبه القافية في الشعر أو تشبه السجع في النثر بطريقة تقول لك إنه لديه حنين إلى فكرة الموسيقى في الكتابة، وهذا أمر طيب أيضا من الأمور التي أعجبتني. في العناوين هناك مراوحة، هناك أحيانا عناوين يعتمد فيها على فكرة الابتداع أو الابتكار أو الكرييشن بتعبير دكتورة إلهام، بدءا من العنوان الرئيس للمجموعة والعناوين الداخلية، وأحيانا يلجأ إلى عناوين تمس ما نحمله نحن من مخزون وجداني، مثلا فات الميعاد. فات الميعاد، فورا سوف أذهب إلى مرسي جميل عزيز وإلى بليغ حمدي وإلى أم كلثوم، لكنه سوف يأخذني في طريق آخر مختلف. لن أتناول هذا الدواء، سيتناص مع أرجوك أعطني هذا الدواء. بطريقة أو بأخرى هو يجري في بعض العناوين حوارات ما مع ما خزن، ما كدس في وجداننا من عواطف وذكريات وحنين، وطبعا النوستالجيا أو الحنين للذكريات ولا سيما الطفولة سوف يأخذ مساحة كبيرة أشارت إليها دكتورة إلهام بطريقة بديعة. وأنا يعني أعجبت بكل ما سمعت وبالطريقة التي استخرجت منها دكتور جاكلين قواعد لعلم الإدارة، بدءا من حصر المشكلات والخوف والثقة بالذات، ووصولا إلى حلول للمشكلات وحلول للخوف وتجاوز هذا، الطريقة الجميلة التي قرأت بها دكتورة أميرة، وطبعا الإبداع الذي قدمته دكتورة إلهام في الربط بين الأدب الإنجليزي بشكل خاص وبين هذه الخواطر. سعيد بأن أقرأ دكتور أشرف ولا أقول أقرأ كتابه، وسعيد بأنني كنت معكم. وكما بدأت بتحية هذا المنتدى الجميل أختم بالتحية دكتور حسام، دكتورة سهام، أستاذ أشرف والأصدقاء جميعا، وأتمنى لكم دائما التوفيق والتألق الدائم. شكرا لكم.